حضر نفسك لقادم أسوأ. حضر نفسك يا تبون لقادم أسوأ، لأننا سنخرج بالملايين لمحاصرتك وإرغامك على الهروب ليلا. أوكي؟ سنضطر لمحاصرتك أينما كنت، لأن الظلم ظلمات، وما تقوم به يتبون في حق المساجين خاصة السياسيين هذا ظلم وتعسف ورخص وطحين لم تشهده الجزائر منذ الاستقلال. إذا رئيس تبون مطالب بإطلاق سراح المساجين، على رأسهم المساجين السياسيين بما فيهم هذا تجديد اللي البارح حكموا له 5 سنين، أو بما فيهم هذا يسموه بالإعلامي ولا غيره، لأنه ما قاله هذا بالإعلامي أو تجديد أو باللام أو بالغيث أو غيره لا يرقى إلى درجة الخيانة، لا يرقى إلى درجة الخيانة. عبروا عن آرائهم ضد السلطة بالرغم من أننا كنا ضد، لكن الآن مادام تطلقوا سراح الخونة والعملاء، نحن مع إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وكل المساجين اللي ظلمتوهم بتهم الفساد وتهم نهب المال، وهما أبرياء من هذه التهم الباطلة والفاسدة، لأنكم ورقة التوت اللي كانت تستركم وتسترنا وتستر الجزائر اللي هي ما يسمى بمحاربة الخونة وبوعلام صنصال سقطت اليوم. إطلاق سراح بوعلام صنصال هو بالنسبة لي أنا القشة التي ستقسم ظهر تبون ومن معه. انتهى. مصداقية تبون وشرعية تبون انتهت. إذا نعاود نقدم نداء لأولياء أهل أحباب أبناء نساء أولاد المساجين السياسيين أنهم ينظموا أنفسهم في تجمعات تحضيرا لوقفات سلمية ومسيرات، وإذا كان ما استجابت السلطة سننظم اعتصامات مليونية لمحاصرة الرئيس ومن معه من أجل إرغامهم على الهروب. نعم الهروب وليس الاستسلام، لأنه خلاص ما كانش استسلام. الهروب، رفضوا قشكم وقودوا علينا، تناو من ربكم. فاصل ونواصل.